في العاشرة موهبة فذة تفرض نفسها. سنوات قليلة ويصعد إلى النجومية بسرعة الصاروخ، الحذاء الذهبي في كأس الأمم الأفريقية. طاهر مارادونا النيل، نجم النجوم. في 30 يتم إجباره على الاعتزال وهو في قمة العطاء. هنا في شبرا اتولدت واتربيت. على فكرة انا اصغر اخواتي. الاخ الاكبر كان الشهيد حسام، الرائد حسام ابو زيد، اللي بعديه على طول الدكتور خالد، والمهندس معتز الثالث، وانا كنت اصغر واحد في هذه الاسره. عشت كل طفولتي في هذا الحي الشعبي الاصيل. عشت مع اهله اللي بيتميزوا بالاصاله والحب. وفي الحقيقه تربيتي في شبرا ساعدتني كتير جدا خلال مشواري في كرة القدم، ومن خلالها قدرت اتغلب على صعوبات كتيرة جدا قابلتني، والحمد لله ما قدرتش ابدا انسى ان انا ابن هذا الحي الشعبي وهو حي شبرا. مدرسة عثمان بن عفان الابتدائية. طاهر يكتشف موهبته بين أقرانه في الملعب الرملي الصغير قبل أن ترصده عين خبيرة. أنا كنت بدرب نادي شمال القاهرة اللي كان بيلعب فيه الكابتن مصطفى عبده، وبعدين كان عندي مباراة. سيد حسام الدين الله يرحمه كان أخوه الكبير وكان بيلعب معانا في الفريق، فكان بيجيب إخواته الصغيرين يتفرجوا عليه. كان عندي محاضرة مع الفرقة. بعد المحاضرة لقيت في هيصة وزيطة في الملعب، في مجموعة متكومة على ولد صغير، كل كرة بيشوطها بيخش جول. توقف واحد، توقف اثنين، توقف ثلاثة، أي شوطة له كانت بتسجل جول. كنت عامل تدريب في هذا الملعب وفي هذا المكان بالذات. أثناء عامل تقسيمة وفي جمهور في المدرجات بيتفرج، فوجئت بعم شاكر كشاف النادي الاهلي النشيط جدا داخل الملعب وبيقول لي في ولد صغير موهوب يا ريت تشوفه دلوقتي. انا استغربت الحقيقه، لان عم شاكر عارف نظامي كويس ان انا لا يمكن اسمح لاي حد انه ينزل في وسط تدريب. الدكتور عمرو اصر على الرد، وانا من جانبي اصريت على انه يشوفه. خدته على جنب في هذا المكان واديته كوره، وانا كل تركيزي برضه على التمرين بتاعي وببص له ببصات جانبيه. قلت له حاول تنطق الكوره دي ووريني بتشتغل ازاي. بصيت لرجليه، حساسيه غير طبيعيه، تكنيك غير عادي، وبيرفع وهي على دماغه وعلى صدره ومش عارف يكتب الكوره ويقلبها ويشقلب ويعمل. طبعا الجمهور اللي كان قاعد في هذا المدرج ابتدى يركز على هذا الولد وساب كل اللعيبه اللي بتتمرن. انا كمان لفت انتباهي وبصيت قلت له طيب وقف، خد كده الكوره، حاول ان انت تفوت مني. بتعرف تراوغ؟ قال لي اه. قلت له طب بتعرف تراوغني كده؟ قال لي اه. فالحقيقه انا داخل عليه كده بدون اي تحسب، ففوجئت الولد بيعمل بعض حركات مراوغه غريبه جدا، وخلاني فتحت رجلي كده وراح معدي الكوره من بين رجلي وانا مش مصدق. فانيلا رقم 12 صنع مجدها طاهر ابو زيد. يمكن انا ما بداتش اول رحلتي مع الكوره برقم 12، انما مع بدايه كاس العالم ناشئين في استراليا سنه 81 سعدت جدا بالرقم ده، واستمريت بالفانيلا دي لغايه اخر وقت ليا او اخر لمسه ليا في ملاعب كره القدم.
6 أجيال عاصرها طاهر أبو زيد. مصطفى عبده يشوط من بعيد حلوة على ايه وماشي الخطيب ويوقف ماشي وطارق بيرفع والرفع حلوة وجول ابراهيم يوسف مصطفى عبده برجله الشمال وبالجول ماشي وبيلعبها على طول واحمد ومني يلعبها بس والجول الثالث كمال عبد الحميد طلع ناحية اليمين ويلعبها بالعرض يتم عليها هاني وتروح للكوردي الكوردي بيلعبها يطلع ثابت البصر ويتاخد منه وصول الجول يدخل عليه ولا طبعا يدخل عليه لعب محمد على طول وعاليه جوه انما بيطلع في انتصار محمد جول محمد رمضان بالدبل باص انما تاني لأسامة عرابي وعلى طول على الايمن بعيد وسامة بدماغه جوه جول ايمن شوقي فعلا رفعه حلوه ايمن منصور وماشي الكاس يلا يا كاس هوبا ينسى جول تيجي يلعبها مقطوعه لوليد صلاح الدين والصراط هو الجول حسام حسن هو الجول الله على حدود المنطقه ويجرب ابراهيم وشوطها ابراهيم حسن ورفع ابراهيم حسن واشرف قاسم بيلعبها ويخش هاني رمزي 7 لعيبه من فريق مصر واترفعت الكوره والرفعه حلوه جول احمد رمزي اخر ماتش في اسمر رضا عبد العال بيفوز بمهاره كويسه قوي اهو ده رضا اللي احنا عارفينه بيفوز كويس وفتح سكه لعبه حلوه جدا ناحيه اليمين والغندور انما وصول رضا يقدر يجول والجول صعبت على طول والثاني عفوا بن نصار يقود احدى الهجمات المرتده هو وايمن وحازم بيفوز كويس عفت نصار وماشي عفت ويقدر يجيب جول وبيشوط كوره حلوه جوه الجول يدخل عليه مره ثانيه ومقطوعه من عبده لابراهيم بكعبه حسام لمسات جميله قوي هوبا احمد الكاس بيلعبها حلوه لايمن منصور يرجعها خالد غندور احمد كريم بيسقطها